السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات عائشة. اليوم بإذن الله غنحضر معكم هاد الحلوة الاقتصادية فقط ببيضة واحدة كتخرج لنا كمية مزيانة وبدون طابع وتزيين رائع وكتجي في نفس الوقت هشيشة. غادي تجربوها ان شاء الله تولي معتمدة عندكم. وكنتمنى اللي اول مرة يشاهد القناة ديالي ما ينساش يشترك ويضغط على جرس الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. ودابا ان شاء الله ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوه كنحتاج واحد 125 غرام ديال الزبده ديال المارغرين، كنحتاجو بيضه كامله، كنحتاجو كاس لاروب ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، نديرو بقياس ديال العنبه، كناخدو واحد ملعقه كبيره ديال الكاكاو بودره، ملعقه كبيره ديال القرفه نفس القياس بيناتهم بجوج، كنحتاجو واحد فاني، وكنحتاجو ملعقه كبيره ديال الخماره ديال الحلويات، والدقيق الكافي باش نجمعوا هاد العجين ديالنا، هاد الحلوه ديالنا. ودابا ان شاء الله ندوزو للطريقه. في اناء كنوضعوا الزبده وكنضيفوا مع هذيك كاس لاروب ديال السكر سنيده، كنحاولوا نخدموهم مزيان بايدينا. كيف عارفين دابا الجو باقي ما سخنش مزيان، باقي الزبده كتكون شاده راسها مزيان، من الاحسن تكون درجه حراره المطبخ. من بعد غادي نضيفوا عليها، من بعد ما نشوفوها تجانست مع داك السكر سنيده، انا غادي نديرهم غير شويه حيت من بعد غادي نعاود نطحنهم بالميكسور باش كتسهل عليا القضيه. اللي ما عندهمش خدمه مزيان بالايد ديالو بحال اي حلوه عاديه. كيف قلت لكم كنضيفوا فاني للتنسيم صافي، وكنضيفوا ديك بيضه كامله، ونضيفوا داك كاس لاروب ديال الزيت النباتيه. كيف قلت لكم راه حلوه اقتصاديه والمقادير ديالها كيكونوا متوفرين في كل بيت. صافي وكنحركوهم مزيان. انا غادي نجيب الميكسور كيف قلت لكم، غادي نطحنها به باش تسهل عليا المأموريه. ممكن انكم تخدموها بايديكم مزيان. ودابا هذا الميكسور ولا متوفر في كل المنزل، كيصلح للعصير، كيصلح للاستعمالات بزاف، كيسهل علينا شحال من حاجه، كيخلي لنا ديك الزبده كتولي بحال البوماد كتسهل علينا. صافي من بعد ما نطحنها كامله حتى كيتجانسوا العناصر كاملين، عاد كنكملوا باقي العناصر الاخرين. هانتوما كيف كتشوفوا حتى كتولي الشكل ديالها على هذا الشكل هكذا حتى كيذوب كامل. صافي نكملها كامله ونرجع لكم ان شاء الله. وها هي بعد مرة ولات لي كامله بحال شكل بوماد هكذا كتجينا. الخدمه فيها سهله، ما كتعذبناش هذيك الزبده بزاف. صافي من بعد غنبقاو نضيفو هذيك الكاكاو بودره والقرفه، نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيفو ديك ملعقه كبيره ديال خميره الحلويات، هي بالعبار هي خماره وحده ديال 8 غرام، حيت انا عندي هذه فيها 20 غرام، داكشي علاش غادي ندير غير النص ديالها. كما كيف كتشوفوا درت غير نص الكميه، وغنخلطها مزيان. من بعد نبقى نضيف الدقيق شيئا فشيئا. في اخر لحظه ممكن انكم تصايبوا هاد الحلوه، راه ما كتاخذش معنا وقت بزاف ودغيا كتوجد. دابا نبقى نضيف الدقيق كيف قلت لكم شيئا فشيئا حتى كتجمع لي العجين. كنضيفو كميه بكميه، ما كنضيفوش دائما الدقيق، كنضيفوه بالتدريج باش ما كتقصحش لينا الحلوه ديالتنا. صافي نبقى مستمره حتى كتجمع لي العجين وكتصبح على هذا الشكل هكذا كيف كتشوفوا. ملي كنقبطوها بالايد ديالنا كتجي هكذا، كنعرفوها راه اكتفات.
وملي كنديروها هكا في ايدينا كتجمع بسهوله، وكنكوروها على هذا الشكل هكذا كتجي ملساء، ما كتجيش مقطعه ولا شي حاجه. كنعرفوا الحلوه ديالتنا ان راه هي هذيك. صافي من بعد كنجيبوا صينيه تكون مدهونه او اللي يكون فيها بابي كويسون. صافي من بعد كنديروا على هذا الشكل هكذا، من بعد كنضغطوا على ديك الرويصات بحال هكذا وكنستفوها في الفرن. كنديروا احجام متساويه. كندوروها هكا مزيان في يدينا بحال اي حلوه عاديه اللي كنا كنديروا شحال هادي. صافي من بعد كنعاودوا نضغطوا على الراس ديالها، ما كيبقاش داك الراس باش ملي كنحطوها في الطاوه ما كتبقاش تتميل. داكشي علاش كنضغطوا على داك الراس ديالها باش كتبقى شاده الشكل ديالها دائري. صافي كنبقى مستمره بحال هكا حتى كنكملهم كاملين. ومن بعد غادي ندخلها الفران يكون ساخن، كندخلوها كطيب من الاسفل. من بعد كنحمروها في الوجه ديالها واحد شويه وكنخرجوها. من بعد كنصايبوا في هذا الاثناء ملي تكون الحلوه ديالنا في الفرن كنجيبوا ستيرو. عندي كاس ديال السكر سنيده وغنضيف معاه واحد كاس ونص ديال الماء. هذا هو السر ديال هذه الحلوه باش كتجي هشيشه. صافي من بعد كنديروها فوق النار واحد 10 ديال الدقائق. وهي في هذا الاثناء طابت لي الحلوه ديالي، والسيرو ديالي ها هو واجد يكون سخون. ضروري السيرو يكون سخون، والحلوه نخليوها حتى تتبرد عاد كنديروها في هذا السيرو ضروري باش كتشرب مزيان. صافي كنبقاو نهزو دوك القطع ديال الحلوه وكنخشيوهم في الكاسرونه اللي فيها الماء ساخن. كيف قلت لكم ضروري خاص السيرو يكون ساخن والحلوه تكون بارده، وكنبقاو نضغطوا عليها هكا حتى كتشرب. كنعاودوا نحطوا كميه اخرى نهزو الكميه الاولى. صافي هذاك باش تعرفوها صافي راه تشربات. ملي كتضيفوا واحد 3 الحبات كنهزو 3 الحبات الاخرين. صدقوني كتجي بهذه الطريقه هذه كتجي هشيشه كتذوب في الفم كتجي رائعه. جربوها ان شاء الله وغادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي غنبقى نهز كل وحده ونحطها. صافي كنعاود نرجعها فوق داك بابي كويسون اولا كنحطها في شي طبسيل حتى كتشد راسها وكتنشف مزيان. صافي كنهزو كميه وكنحطو كميه. كنبقاو مستمرين هكا حتى كنكملوا الحلوه ديالتنا كامله. عاد كندوزو باش نزينوها. وهاي الحلوه ديالي بعد ما راني كملتها كامله وحطيتها فوق بابي كويسون باش من نفس الوقت راها كتنشف. وما نقيسوهاش ملي نخرجوها من الماء الساخن داك السيرو اللي درنا ما نقيسوهاش باش ما تعجنش لينا في يدنا. نخليوها حتى كتنشف مزيان. من بعد كندوبو داك الشوكولات اللي حطين اللي كاين. المهم واحد 100 غرام، راه ما كياخذش معنا كميه بزاف. وكندير عليه ملي كندوبو كنضيف عليه واحد شويه القطرات ديال الزيت النباتي باش كيعطينا داك البريو. صافي كنجيبو الحلوه ديالنا كنشدوها في الايد ديالنا بحال هكذا وكنقبطو ملعقه كنديرو فيها واحد شويه ديال الشكلاط على هذا الشكل هكذا وكنديرو في الوسط. راه طريقه سهله بدون طابع بدون مجهود كتجي متعه وانتم كتصايبوا هاد الحلوه هادي. صافي وكنبقاو نحبطوا هذوك الدميعات ديالها من الجوانب بربعه على هذا الشكل. صافي من بعد كنرش عليها واحد شويه ديال الكوك جوز الهند اولا ممكن ديروا اي حاجه البندق اولا الكاوكاو اولا اللوز اللي متوفر عندكم. انا استعملت غير الكوك. صافي كنحطوها. غنعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا كيف كتجي. نقرب دابا الكاميرا مزيان باش تشوفوا. كنجيب شويه الشكلاط كنحطو في الوسط. الحلوه ضروري نخليوها حتى كتنشف. من الاحسن نحطوها فوق بابي كويسو منها كتنشف ومنها كتبقى موسعه تما كيناك. صافي وكنهبطوا هذوك الدميات ديالها في الجوانب. نحاولوا ما نهبطوهمش بزاف باش ما يهبطش لينا على الايد ديالنا يبقى الشكل ديالها زوين. صافي وكنقبطوا شويه ديال الكوك وكنحطوه في الوسط وهي باقا الشكلاط باقي ما نشفش.
صافي وكنحطوها. صافي غنبقاو مستمرين الحلوة ديالتي كاملة بنفس الطريقة، ومن بعد كنخليوها حتى كتنشف مزيان. كيف عارفين راه دابا الحال باقي شوية بارد، كنحطوها كنجيو نهزو الأخرى كنلقاوها راه نشفات. صافي غنبقى مكملة بحال هكا حتى كنكملها كاملة ونرجع لكم إن شاء الله. ها هي بعد ما راني كملتها كاملة كتجي على هاد الشكل هكذا كيف كتشوفوا، كيجي الشكل ديالها زوين والشكل جديد ماشي متداول بزاف، والطريقة سهلة ومقادير زعما متوفرة في كل بيت. وداك المزيج ما بين القرفة والكاكاو كيعطي واحد البنة زوينة. وديك الطريقة اللي درنا ديال السيرو اللي درناه فيها كتجي رائعة، كتعطيها هشاشة زوينة. كنتمنى ان الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتخليو لي تعليق، والى فيديو قادم ان شاء الله، وبشركم مبروكة.